نسختها الرابعة والعشرون التي ستتمحور حول الاستراتيجية التي نهجتها المملكة، الاستراتيجية الجديدة للصناعة التي تدعم المقاولات الصغرى والاكتفاء الذاتي. هذه النسخة لطالما كانت من سهر الطلاب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، كما دأبت على مجهودات 23 نسخ السابقة. هذه النسخة ستكون بحضور ممثلين من وزارات عدة مثل وزارة الصناعة في شخصها السيد معالي الوزير مزور، وكذلك ممثلين من وزارة التعليم والابتكار، كذلك وزارة الإسكان ووزارة الانتقال الطاقي. هذه النسخة ستكون ثمار لمجهودات الطلبة، وخصوصا تحت رعاية الجمعية الطلبة للصناعة للمدرسة الصناعة الوطنية للمعادن. كذلك كما دأبت هذه الجمعية أنها طالما كانت تسهر على مجهودات الطلبة وتحقيقها في مثل هذه المنتديات. تواجد المنظمة اليوم في هذا الحدث الهام هو تجسيد لجهودها في مجالات عملها، والتي تتمثل في التنمية الصناعية، تقييس وتحديدا القطاع التعديني الذي تشرف عليه، وعلى عدد من الأنشطة اللي بادرت المنظمة منذ عدد من السنوات الآن إلى ترسيخ المعالم العربية في المجالات المرتبطة بالتعدين، الفرص الاستثمارية، والرفع من قدرات ومهارات حتى والكفاءات يعني العربية العاملة في القطاع. لدينا هنا جناح للتعريف بمختلف الأنشطة التي تشرف عليها، من جملتها معهد تدريب الاستشارات الصناعية الذي يقدم عدد من الدورات والاستشارات النوعية للمتخصصين.